صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وعدل بني العباس في النار. أحيانا بعض الشعراء تظهر على ألسنتهم ما يعبر عن هموم الناس. الشعر هو لا يستحسن كله ولا يرفض كله. الشعر إذا أخذ دور الرسالي يصير مميز، كما هو الحال لشعراء العقيدة مثل الكميت ودعبل بن علي الخزاعي وأمثالهم. وأحيانا لا، يستخدم طاقات شعرية لخدمة الطواغيت، فهو تستطيع أن تقول سلاح ذو حدين. الله يرحم شيخ أحمد الوائلي عنده إشارة لهالمفهوم، يقول: أنا لا أريد الشعر إن جدت بنا نوب يخلي معنا ويغبع، أو أن يوشي الكأس في سمر الهوى ليضاع ليل المترفين ويمتع، أو أن يباع فيشتري إكليله تأج من المدح الكذوب مرصع. لكن نريد الشعر وهو بساحنا سيف في الكفاح وأذى. مرة يكون قوة، مرة يكون طاقة، يثور يعني يحرك المشاعر. أنت الآن أحيانا يعني من تسمع شاعر من شعراء العقيدة، حتى إذا عندك خوف تروح لسامراء أو الحشد الشعبي أو للقتال، من تسمع القصيدة تأخذ منها فرد شحنة مو. وأحيانا لا، الشعر يثبط المعنويات، يؤدي إلى الهزيمة. فشاهد أن هذا البيت هذا اللي قادني فيه الموضوع، هذا يقول: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وعدل بن العباس في النار. هذا يظهر ما نتج البيت إلا عن هموم، يعني أكو فرد حالة أفرزته. يعني شلون اليوم قد يجي واحد بطران ينتقده، شلون اليوم أكو نمط من الناس مثلا قد هو تحت أي مبرر يعني ما مقبولة الحالة، لكن تسمعها أحيانا يترحم على الماضي. تسمعوها الفايخ واللي ما جايزته النار يقول هذا نفس بعثي، واللي جايزته النار يقول حقه ويعطيه جزء من المبرر. ليش؟ لأنه بني العباس صعدوا على أكتاف آل البيت. من يكون المنصور؟ ومن يكون هارون؟ ومن هو السفاح؟ أرقام لا تساوي صفر على الشمال، لكن صعدوا لأنهم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد. وإحنا بالمناسبة ترى كنا ولا زلنا عندنا فطرة حسنة، عندنا فطرة سليمة. من نسمع الشعار نتقبله، نشوف الشيء مثلا يعبر عن همومنا ولو بالشعار نتقبله بسرعة، نتبناه، ما نتأمل شوية، يعني نطرح الثقة 100% فيه. وهذا اللي حصل لأتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وعاونوا بني العباس. وإلا أنا أكد لك أن بني العباس وغير بني العباس حتى الخط الأموي، لكن احنا موضوعنا لا زلنا في رحاب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، نتكلم عن بني العباس وظلم بني العباس.
ترى صدقني حتى بني أمية وبن العباس وكل التراكمات اللي حصلت في تاريخنا إلى يومنا هذا يؤمنون تماما أن الخط الإلهي هو خط محمد وآل محمد. يعني مو تتوقع أن هذا لما يزعم أنه أمير المؤمنين معتقد بداخله أنه فعلا أمير المؤمنين، لكن كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس. وإلا المنصور العباسي نفسه في يوم من الأيام يبحث عن مادة قانونية ليدين بها زعيم آل البيت آنذاك في عصر الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. يعني فرد مادة قانونية شلون يريد يطبق عليه فرد مادة حتى يسجل بالحبس. بحث على واحد من ثقاته، جلس معه بالليل، أعطاه في التصور قال له هذا مبلغ من المال تذهب به إلى المدينة، تدخل إلى جعفر بن محمد الصادق وتزعم أنك من خراسان وأنك من شيعته وأن هذا المال أمانة من بعض الشيعة، وأنا أريد منك فد وصل أمانة بأن المبلغ شلون الآن المرجعيات الدينية تعطي وصل للإثبات، أنا أريد من عندك وصل بأن هذا المال قد وصل إليك. هذا الوصل يعتبر إدانة على الإمام الصادق سلام الله عليه لأنه يزعم الإمامة. المهم في حديث يطول ذكره، ذهب الرجل رجع إلى المنصور، خلاصة الحديث رجع إلى المنصور، قال له ما الخبر؟ قال له وين الخبر؟ قال له وين الوصل؟ قال له ماكو وصل، أنا دخلت إلى المدينة، سألت إلى المسجد، دخلت سألت عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فقيل لي سيدخل إلى المسجد لأداء الدرس، ودخلت إلى جنبي وقلت سيدي أنا من بلاد فارس من خراسان وأنا أحمل لك بعض الأموال وأنا من شيعتك. قال يا فلان الله الله ببني فاطمة فإنهم حديثي عهد ببني مروان وكلهم بحاجة إلى المال، الله الله بدمائهم. سيدي شو الخبر؟ قال لي يا خبر أنت اسمك مصارف وجلست مع المنصور في يوم كذا في ساعة كذا وأعطاك من المال كذا وقال لك 1 2 3. شنو رد المنصور العباسي؟ قال بلى والله أنا أدري أن في كل زمن هناك محدث وأن محدث زماننا هو جعفر بن محمد الصادق. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هو يعتقد بأنه إمام؟ لا يدري الإمامة مو يمه، لكن من باب إقناع الأمة بالتعصب. اجت الفترة لهارون العباسي نفس الحال، المأمون في يوم من الأيام فرضت عليه في ظروف استثنائية أن يتظاهر بالتشيع. شلون احنا هسه عندنا لما نقول للناس كانوا شكل ردوا شكل، كل يوم تلقيه كل ساعة هوية ما تلقي له وجه عدل، مو من كانوا الجماعة كانوا وياهم هسه غير لقبه وصاروا ويانا ما تدري يعني شلون. تكون ناس انتهازية نفعية وصولية يعني ما عنده مبدأ ما عنده ثبات. هذا المأمون فرضت عليه ظروف معينة أن يتظاهر بالتشيع. فاليوم من الأيام سأل واحد قال له من علمك التشيع؟ هو ما يقول له أنا مزدوج أنافق. قال له أبي هارون. قال كيف؟ قال حججت معه أنا وأخي الأمين إلى بيت الله الحرام، وبعد انتهاء مناسك الحج جعلنا الطريق على المدينة، فأمر أبي بأن لا يدخل عليه رجل إلا وينتسب، أمر الحاجب. يقول أنا قاعد وأتابع وترى ذكي كان مو أذكى ابن هارون، لا أذكى بن العباس، أعلم بن العباس المأمون، ما انشغل بالأمور الأخرى اللي انشغلوا بها بن العباس وطور قابلياته الفكرية. يقول وإذا بالحاجب يدخل يقول للخليفة، يقول له على الباب رجل يزعم أنه موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. يقول التفت أبي لجلسائه أمرهم بالحشمة والوقار، قال سيدخل عليكم رجل عظيم الشأن جليل القدر، خلوكم مؤدبين يعني مجلسكم خلي يكون وقور. هالأثناء دخل علينا رجل نحيف تميله الريح إذا هبت، له ثفنة كثفنة البعير من السجود. ليش احنا هسه ندخل في مدخل آخر نطلع شوي عن الجو؟ اليوم احنا كنا في سامراء، مو هناك من ينتقدنا، قبوريين يسمونه كفرة، ينعتنا بأبشع النعوت لأننا نزور آل البيت. أنا أكد لك أن زيارة القبور وخاصة الأولياء الفطرة السليمة تأمر بها، الفطرة السليمة اللي الله خلق عليها الإنسان. الآن
انتم اهل الكراده، انا اتكلم وياكم كناس يعني اعرف مستواكم الثقافي والعلمي والحسيني، يعني اصلا انتم علاقتكم ما شاء الله ما قدمتم من الشهداء ولا زالت دماءكم طريه، فعندكم فكره ان الحسن والقبح عقليان وشرعيان. عقليان مو، وبما ان الشارع المقدس هو سيد العقلاء تماشى مع هذا الجو. ولا زالوا يسالك بالفطره السليمه، روح اسالك واحد ملحد يقول له يا الاحسن الكذب لو صدق. الفطرة السليمة اللي الله خلقها، فطرة الله التي خلق عليها الناس، فطر عليها الناس، تقول أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن. فالفطرة السليمة تؤمن وتؤيد زيارة القبور. ولي من الأولياء أوقف يما أترحم عليه، أمي وأبوي أزور قبورهم من باب البر، أخوي صديقي بينه وبينه ملح وعشرة وزاد وشي وأكل وطعام وشي مجاورة، هم أوقف أترحم له، أقرأ له فاتحة، أستذكره، أقول فطرة تنهى عن هذا. شو تشوفه قبيح لو حسن؟ الله تبارك وتعالى نفس الحال يأمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأنهم كفروا بالله ورسوله. أما إذا آمنوا واعتصموا حكموا موضوع، فإذا عكستها للحالة فلك الحق أن تقف على قبره وتترحم عليه. السنة النبوية الشريفة كان يزور قبور البقيع ويترحم عليهم ويكلمهم وكأنما يكلم أحياء. أقبلت الفتن كقطع من الليل المظلم. كان يخبرهم يقولوا يا رسول الله مو احنا أصحابك، شو تبارك لهم بالموت وتهنيهم؟ قال أبارك لهم لأنهم ذولا ماتوا وأنا أشهد لهم بالإيمان، أشهد لهم بالصحبة، أشهد لهم بصدق النوايا، أما أنتم فلا أدري ما ستتحدثون بعدي. يرى الغيب من وراء حجب، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البقيع. فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي بحد ذاتها حجة لأنها معصومة بآية التطهير وبآية المودة وبآية القربة وبآية المباهلة وبسورتها الأتى. مو 5 نصوص قرآنية غير التلميح، هذه النصوص النازلة بفضل فاطمة الزهراء. يضاف إلى ذلك فاطمة بضعة مني من آذاها فقد إن الله يرضى لرضاها يغضب لغضبها. وهي كلها نصوص على عصمة فاطمة. فتصرف فاطمة حجة، تصرف المعصوم. وفاطمة الزهراء كانت تدخل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تأخذ قبضة من تراب القبر شمتها ثم أخذت دنياها من عينيها، يعني تتبرك. إذا التبرك بآثار الأولياء مشروع، ولو لم يكن مشروع لما فعلته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فأنا أتبرك بآثار الأولياء. إذا شاهد حديثي الآن احنا لما نكون هناك نزور تيجي تشوف تستذكر فعلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر الآخرة أو ترقق القلوب، تهون الدنيا وطلب الدنيا. يعني اليوم أنت رحت هناك تشوف رجل من تقرأ تاريخه بالإقامة الجبرية، مو محبوس بالإقامة الجبرية، في حين أكو قصر العاشر. آثارهم الملوية وآثار بني العباس موجودة، شفتها يعني، مريت بيها، تيمنت بيها، تبركت بيها، صليت بيها ركعتين. لو رحت لهذا المحبوس، رحت هذا اللي بالإقامة الجبرية، تقربت إلى الله بزيارته. ليش مو أجل الدنيا؟ رجعت من سامراء، أنا قلبي أنا هسه خادمكم جعفر، الآن خلص مأتم يجوز عندنا إن شاء الله إذا توفقنا نزور الإمام موسى بن جعفر سلام الله يعني. في حين بغداد العباسيين 550 سنة حكموها، 5 قرون ونصف. دول اللي يحكمون 5 قرون ونص لازم لهم أثر يزار، فرد معلم يخلد، فرد ذكرى واحد يمجدها أو يذكرها بخير. ما تذكر 550 عام انطوت بركامها بكل طواغيتها تحولت إلى مزابل التاريخ. طيب راح نعبر جيش معنا سفر من محافظات من غيرها، من خارج العراق من داخل العراق، زور قبر تسأل هذا شنو موضوع؟ يقول لك هذا كان محبوس، السلام على الساق المرضوض بحلق القيود. إذا فعلا الزيارة
إلى هيك مراحل تتذكر بالآخرة، مو تشد إلى الله تبارك وتعالى. بالتأكيد أن الإنسان الواعي من يوقف أمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ويشوف الدنيا تحولت، لا منصور ولا هارون، هي المقادير تجري في أعنتها، اصبر فليس لها صبر على حالي، تريك يوما خسيس القوم ترفعه إلى السماء ويوما تخفض العالي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن العاقبة وين؟ توقف أمام موسى بن جعفر تتجسد الآية الكريمة بأروع صورها: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول له واحد: لتهنك عقبى الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب. ما إلى أصل أصلا، مو بس خراب، ما هو أصلا ما موجود. وين كان يسكن هارون؟ أنا وياك ما ندري، وإحنا أهل بغداد. طيب اللي يجي من برا يندل ويعرفه؟ بينما هذا الحبيس الموجود ومن طلع من الحبس طلع المهدي وضع في كوخ، إذا قام ضرب برأسه. كوخ ناصري يفترش الحصباء وبجنبه جلب يقص الأجزاء الميتة. للمتقين من الدنيا عواقبها، وإن تعجل منها الظالم الآثم. فشاهد الأمين المأمون العباسي من قال له: من علمك التشيع؟ قال له: علمني أبي هارون. دخل هذا الرجل نحيف تميله الريح إذا هبت، له ذفنة كذفنة البعير من السجود، لا أبهى ولا موكب ولا صافرات ذار ولا كل شيء من هاي اللي تشوفه بالدنيا، ماكو شيء. دخل يقول: أجلسه إلى جنبه، سأله سؤال خفي، أقبل إليه بوجهه. المشكلة عندما أراد أن يخرج التفت إلينا أنا والأمين، قال: شيعوا عمكم وسووا عليه ثيابه. يعني شنو يسوي؟ الخيال بن يركب، يخلي رجل بالركاب ويركب ملابسه مو تتلخبط صاير وشيء، عدلوا ثيابه ومسكوا له زمام الجواد. هذول أبناء الخليفة، يعني مو تتوقع في شخصية عادية الأمين والمأمون من يأمرهم هذا الأمر، دليل على أهمية تلك الشخصية. طلعنا يقول: مسكنا له الزمام رغما عنا، وسوينا له الركاب وسوينا ملابسه وشيعناه. بالليل من صار الموقف بالليل سألت أبوي سؤال، قلت له: من هذا الذي عظمته أكثر من غيره؟ وأحيانا ينفذ على لسان الإنسان. ترى مو هواية أكو كلمات الآن لناس أشرار، لكن كلمة حق نشوفها هي مو هو اللي قالها، لا. تتذكرون في يوم من الأيام الإمام الحسين سلام الله عليه من وصى زيدة: استعدوا للأسر، طيروا لبس العذر، عندكم أمامكم سباق، لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده. لو واحد من أهل الكرادة في اليوم الطرق انسدت، رزقنا انسدت، الذين راحت منا شهداء، أموالنا خسرنا، محلاتنا نزلت، قيمتنا نزلت، مو هذا يقلل حتى من أجرك. لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده. أنتم مستعد للبلاء، لو تستعدوا للبلاء. وأنت نفس الحال، ترى شنو شيعة أهل البيت؟ نفس بلاء أهل البيت، مو صحيح ولا لا؟ أنت ايش تتوقع؟ هذا اللي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاف علي بن أبي طالب بصفه، شافه إلى جنبه، أخذ يحد النظر بوجه علي ويتبسم، فسأل النبي قال: ما لي أراك تنظر بوجه علي وتتبسم؟ قال: سيدي ليش ما أحب عليا. رجل مغرم بعلي بن أبي طالب. قال: تحب عليا؟ قال: بلى. قال: تحب عليا؟ قال: بلى. قال: استعد للبلاء. الله فدفعت ضريبة التشيع. بتدافع ضريبة التشيع. كل ما تكون صابر يكون أجرك أكبر. أنا أدري أنت متضرر، أدري بتأثر، أدري خسران أعزة وأحبه، أدري أموال ورؤوس أموال ومحلات وشوارع مسكرة، لكن من تشعر بالثمن، الثمن يسوى، مو المال يسوى. ليش المال يسوى؟ دخل في يوم من الأيام علي عليه السلام على جمع من المؤمنين وفيهم الأول، وهذه ترى عندي مصادرها، يعني خاف واحد مو شيعية مصادرها، وصدرت حتى في جريدة النهار الكويتية، جريدة يومية بالكويت، نزلت هذه بمصادرها. فتبسم أبو بكر بوجه علي
فقال له يا أبا بكر ما لي أراك تبسمت بوجهي، مو لا تضحك بوجه مقبل ولا بوجه خلف مدبر، يعني بيفكر شيء. قال والله يا علي لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كتب له علي بالجواز. ربك هسه جواز سفر إذا تريد تطلع تخسر علي لو ما تخسر. إذا جواز سفر للجنة لازم إلى ضريبة، لازم يصير في ثمن، يعني لازم تدفع علي فرد شيء. المهم فنرجع الحديث اللي يقول فلما سألته قلت من هذا، ينفذ قلت لك على لسان الإنسان أحيانا كلمة حق بس ما تشوفها تصدر من هذا. الإمام الحسين ايش قال؟ قال لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده واعلموا أن الله حاميكم. حماية إلهية أكو. الحماية من عمي؟ أنت مو تسمع دعاء الإمام السجاد اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وربك أنت لو أعطيك أموال بغداد كلها رؤوس مال بغداد وتخسر عقيدتك شو قيمتها؟ مو تتحمل الله أن عقيدتي نظيفة؟ تحمل الله أن أولادي مواليد لعلي بن أبي طالب وأنا أعطيك العقيدة الصحيحة؟ مو أكو ثمن، يعني أكو شيء يسوى. لكن الحماية الإلهية موجودة. الحماية الإلهية دخلت زينب إلى مجلس عبيد الله بن زياد وصار ما بينها المساجلة الكلامية ومرغلة كرامته. سيجمع الله بينك وبينهم وتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلك تكلتك أمك يا ابن مرجانة، ألقمته حجر. يسوي طغيان دائما إذا ألقمته الحجة يعمل إلى منطق القوة. أخذ صوت من محزم رجل وقام يتخطى الرقاب. أعتقد أنت وغيرك وكل غيور وكل شريف ما يسمح لنفسه أن يقرأ، حتى يعني يتقزز بأن يقرأ أن الصوت قد علاها من عبيد الله بن زياد، هذا المعتل الزني. تدخلت السماء، اجت الحماية الإلهية، قال عمرو بن حريث قام له قال ما تريد أن تصنع؟ قال إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، فكأنه استحى ورجع. هذا نص التاريخ، لكن اقرأ تاريخ عمرو بن حريث يحب علي بن أبي طالب. عمرو بن حريث اللي بايع الضب كأني ب6 نفر إمامهم ضب يقودهم إلى النار، هو عمرو بن حريث بايع الضب أيام خلافة علي بن أبي طالب. بس الله حرك، لا يعلم جنود ربك إلا هو، مثل الدابة ربك حركه أن يحول ما بين عبيد الله بن زياد وبين الحوراء زينب سلام الله عليها. فأحيانا تنفذ كلمة بس مو يقصدها، هي تيجي تريد تظهر للحقيقة، الله اللي يظهرها. يقول سألت أبي قلت من هذا الذي عظمته أكثر من غيره؟ قال هذا إمام الناس. تتوقع هارون يقول هذا إمام الناس؟ لا نفث على لسانه. يقول قلت له أوليس أنت إمام الناس؟ قال لا أنا إمام القوة والغلبة والقهر وهذا إمام القسط والعدل. إذا أكو حق، إذا أكو مقاييس حق فهذا الإمام، لكن أنا إمام بالسيف بالعفرة مثل ما يسمون. هنا قلت له ليش إذا هالشكل؟ إيش معنى اعطيتهم ووزعت الكل اللي استضافتهم وقدم استقبلوك، يعني قدمت لهم أقل شيء. يقول أقل واحد بعث لي ب5,000، بقية الشخصيات لا، قطعة أرض، مزرعة يسموها ضيعة. شو لهذا أرسلت ب200 دينار. قال إن فقر هذا وأمثاله خير لك ولمستقبلك، إن أعطيته أكثر لآمن أن يشهر 100,000 سيف من شيعته ومتابعيه ومحبيه بوجهك، فكن يظل فقير. وهذه السياسة ترى إلى يومنا هذا سياسة تجويع. ليش؟ سياسة التجويع وسياسة الفقر وسياسة الحاجة. لأنه أنا إذا في يوم من الأيام أصير شوي متمكن ممكن أن أواجه الطغيان، لكن إذا ماكو قابلية أظل أرزخ تحت الطغيان أسكت. فإذا كل بني العباس وكل الحكام كانوا يعلمون تماما أن الإمامة كما سلسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين إلى آخرهم الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يقدرون يقولون غير هذه الحقيقة. أظهروا ولا آل البيت واجتمعوا بالأبواب
وبايعوا محمد النفس الزكية، وروجوا بعض الروايات بأنه الحجة المنتظر، وحطوا حديث اسم أبيه اسم أبي لأن أبوه اسمه محمد بن عبد الله، زي حديث الطول علينا ومو محله. فالشاهد بعد ما تمكنوا من القبضة وتمكنوا تمام، قطوا ظهرهم، بعد ماكو شيء صاروا يصفون بآل البيت سلام الله عليهم. قتلوا عميد الأسرة الهاشمية مثل ما قلت لك الإمام الصادق، ثم الإمام موسى بن جعفر، ثم علي الرضا، إلى صفوهم إلى أن انتهى الحال بالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وكل هدفهم كان لقطع خط الإمامة. تتوقع يعني مو قلت لك أنا يؤمنون بأن الأئمة 12 كلهم من قريش، ولذلك انت تشوف المنصور العباسي لما استشهد الامام جعفر بن محمد الصادق، تذكرون شنو كتب للمدينه؟ فضوا وصيه جعفر بن محمد واقتلوا الوصي. ليش اقتلوا الوصي؟ حتى نخلص. اذا مات امام قام امام نخلص من التسلسل. لكن اذا اراد الله شيء توقف كل اراده الشريره امامه. اجوا فضوا وصيه الامام جعفر بن محمد الصادق، وإذا أوصياء 5: المنصور العباسي، والي المدينة من بني العباس، وحميد المصفات أم الإمام موسى بن جعفر، وابن عبد الله الأفطح، والإمام موسى بن جعفر. هسه طبعا هاي عندي أنا وأنت نسوي شبهة، مو وصية إمام معصوم نسوي شبهة، لكن الشبهة وين نرجع؟ احنا الآن ما جاي نرجع بالشبهة إلى العلماء. ترى عندما تثار الشبهة الآن هواية عندنا رايات ضلال، دعاوى ضلال، أفكار ضلال، هواية أكو، خاصة بالعراق ولله الحمد. مفتوح الباب على مصراعه، وحقك باكر ببغداد إذا عندك مكان ومكتب وافتح أنا ربكم الأعلى، ورا يومين 3 تلقي لك مروجين بالفيسبوك، تلقي لك ناس يروجوك ويتبنون فكرتك ويتفاعلون وياك ويتعاقدون ويدافعون عنك. مو جاي تشوفون لا، احنا بلا مسميات وبدون ما. فتطلع رايات الضلال، تطلع الشبه. بس وين الشبه؟ من يميط اللثام عن الشبه؟ العالم. رجعوا إلى علماء الشيعة أيام الإمام الصادق، وأكو من تلامذة الإمام من الكبار، سألوهم قام يابا شنو القضية؟ شو إمامنا أوصى ل5، قال لمن أوصى؟ هذا بعد يظهر ما مطلع الوصية، قالوا أوصى للمنصور ووالي المدينة وعبد الله الأفطح وحميد المصفات وموسى بن جعفر. قال الحمد لله الذي أنار الحق. شوف العالم، الرؤية مالته غير رؤية جعفر. قالوا شنو أنار الحق؟ دول 5. قال لا مو 5، المنصور فرعون، وما ممكن للإمام أن يوصي فرعون. والي المدينة ما فرحنا بإبليس كي نفرح بأولاده، هذول تبع السلطان. حميدة البربرية، حميدة نعم المصفات كسبيكة الذهب لكنها امرأة، والمرأة لا تلي منصب الإمامة. عبد الله الأفطح بها عاهة بجسده، والإمام يجب أن يكون جسده سليم ومعافى. إذا من سقط دول الخيارات ال4 منه بقى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. إذا هم يعلمون تماما، ولذلك حاولوا قتل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قبل أن يولد له ولد، حتى تنتهي فكرة الإمامة، لأنه يعلمون تماما أنه الإمام 11. لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيء هي أسبابه. ولذلك الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو ترى ولد سنة 232 للهجرة. هسه ما أقدر أجزم أن هاي السنة هي الحقيقية، ممكن أن تكون 31، ممكن أن تكون 30، ممكن 33. ليش؟ أنتم تدرون يعني أن تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم ترى من كتب بأقلام نظيفة. ليش؟ لأنه الشيعة ما كانوا ماخذين حرية. يا سيدي اسمع، برئت الذمة ممن يروي رواية عن علي بن أبي طالب. من وجدتموه على دين علي فاهدموا داره، من وجدتموه على دين علي فامسحوا اسمه من الديوان، من وجدتموه على دين علي فلا تقبلوا منه شهادة. والنبي ترى عبأ الشيعة لهذا الموقف، ما خلاهم يجي بلاش. ترى بالمناسبة ترى كلمة شيعة هي تعني الأتباع مو شيء، لكن بعد التطورات السياسية والأحداث المتلاحقة والانعطافات اللي حصلت بحياة الأمة أصبحت كلمة شيعة ما أن تذكر إلا وينصرف الذهن وين؟
لشيعة علي، لأتباع علي بن أبي طالب. بس قصدي هذه متى نشأت؟ ترى هذه ما نشأت مثل ما يسميها مثلا طه حسين أو غيره، يقول نشأت مثلا في الفتنة التي قتل فيها عثمان. واحد آخر يقول لا بعد زيد الشهيد سلام الله عليه. واحد يقول بعد الهدنة التي وقعت ما بين الإمام الحسن وبني أمية. لا أبدا. الشيعة أتباع علي بن أبي طالب، شيعة علي أشار لها النبي في أكثر من موقف. واحد من عدل لما نزلت الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خلاصة الدنيا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي أتدري من هم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هم أنت وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هذول كانوا النبي هيأهم. الشيعة من أقول لك النبي هيأهم، مثل تقول لي أبو شيعة وصلنا هناك في أيام النبي، يقول لك نعم هذا وشيعته دائما. فد يوم من الأيام يرون المسلمين يرون رواية عنهم يقول دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تلدد برجل تلابيبه، يعني سحبه من زيادة يقول يعني فيها شوي من الإهانة. فقال ما يا عمر ما خبر الرجل؟ قال يا رسول الله إن هذا يزعم أنك قلت من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. معنى ما اعترض عليه، لأن هذا الحديث إن صح عنك، عمر يقول له إن صح عنك يدفع الناس يعني للفجور للانحراف، أنه أنا يكفي أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخل الجنة فأعمل ما شاء. قال بلى يا عمر أنا قلت من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول وكان إلى جنبه علي سلام الله عليه السلام، بشرط أن يتمسك بمحبة هذا وولايته. الله صل على محمد وآل محمد. فكان النبي يشير في المواقف كان يعطي للشيعة لأتباع علي بن أبي طالب ترى مستقبلكم مثل ما أسلفت لك الرواية استعد للبلاء. ناجي يقول له يا علي سيأتي على أمتي زمان يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بزناها. مؤسف. أنا أكد لك صدقني، أنزل في بلد عربي إسلامي عضو في المؤتمر الإسلامي مو عندنا يسموه، أنزل في مطار وتنزل بالطائرة أجلكم الله فد وحدة مثلا مغنية مطربة قبلوا إيدها سماعة تقبيل اليد في البروتوكول الرسمي، يقبلون إيدها ويدخلوها إلى صالة تشريفات، وأنا أبقى 8 ساعات أروح قاعد كل ساعة يجيني واحد وين رايح وش تسوي؟ ويروح ويجي إهانة هي ولا ماكو شيء، داخل فيزا رسمية أنت. والله يذكره بالخير الشيخ مرتضى الشاهرودي خطيب من خدام الحسين الله يحفظهم، قال لي يا اخوي زين والله كان ومرضى ضلينا 12 ساعه خطيب شايل كذي ومرضى زوجته 12 ساعه نروح بالمطار والمطربه جاني اجلك الله تجي تدخل من غرفه التشريف. ليش ذيك اشرف؟ كما تعير الزانيه، هسه الزانيه ما تعير، مو اصبحت الملاهي بنص بغداد لا تعير، لكن تروح الزور تصبح كافر، تصبح منحرف، زنديق، بوي، رافضي. نحن نقبل بكل الألقاب لا زال أنها تؤدي إلى التمسك بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقول لك من كتب تاريخهم حتى نقدر نجزم أن الإمام ولد في اليوم كذا؟ اللي ما تقدر تكتب. كتب على مزاج البنات الحاكم، شنو مزاجه؟ أنت تمشي. أيام يمكن هشام بن عبد الملك لما أتذكر قالوا كتبوا التاريخ، ودع على الكتاب والروايات والشيء. اجى سأل واحد من كبار المؤرخين قال له سيدي إذا عارضنا علي بن أبي طالب بالتاريخ شو نسوي؟ لأنه علي بن أبي طالب هو له مساحة واسعة بالتاريخ. قال لا تكتب عن علي شيئا إلا أن تجده في قعر جهنم. أبدا لا تكتب، وحقق بكل صلافة روايات اللي تمس علي بن أبي طالب تخص علي بن أبي طالب حولوها إلى الآخرين.
وانا سمعت وانت سامع يجوز سامع مقطع. واعتقد اذا تدوروا تلقوا رجل من علماء الامه المعاصرين كان يتحدث بمحاضره الجمهور، قال كما ورد في بعض الروايات عن النبي لا فتى الا عمر، لا عمر. طبعا هذا يسخر من كل احد، مو انتقاص الرجل، بس النبي ما قال مو لان يبغاها وياها لا سيف الا زي الولد سيف. بالمناسبه ترى سيف الفقار هو يسالون عنه، نزل من السماء، نزل من الارض، من سيف بن يزن الحميري، هديه لعبد المطلب، كل واحد يعطي راي. انا بوجهه نظري القاصر اقول لا هذا ولا ذاك. العبره بالساعد الافت الذي اعطى لذي الفقار حقه. تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. مو كل من واحد شال سيف أعطى حقه. عمر بن معدي كرم الزبيدي عنده سيف يقولوا له صمصامة، يظهر مضرب مثل العرب تضرب به، واكو بعضهم يقولوا ما كل مصقول حديد يماني، يظهر هو إلى فد نوعية شيء، فهذا الصمصام. دخل فد يوم على عمر بن الخطاب، مد يده اليه قال له وين هذا الصمصام تسولف به الناس؟ انا اشوفه يعني ناس وايد تحكي عنه. اخذ عمر بن الخطاب ضرب به حجر. من ضرب به حجر يظهر مقتضى القاعده انه يقد الحجر اذا فعلا مضرب مثل وسيف سيف يعني، فما اخذ بالحجر. فذب عليه عمر باستهزاء، قال هذا بيس والسم لي. قال يا امير انا اعرتك السيف ولم اعرك الساحد. جيب الطليان اخذها بالايد، يقول ضرب الحجر قد نصفين، قال له مو بيدي، هو بيدي سموه صمصامه مو عند كل واحد. كل الفقار يمكن لو بيت غير علي بن ابي طالب كان اخذه وصار عارف. فشاهد ان هذا المفهوم بتاريخ اهل البيت أصبح بكثير من الغموض، لأنه ما كتب إلا بمزاج البلاط، إلا أن تجده في قعر جهنم. فما تبقي لك رواية، ولذلك هذا يمكن مو الخليل بن أحمد الفرايدي اللي يقول له ما تقول بفضائل علي؟ قال وماذا أقول برجل أخفت أعداؤه فضائله خوفا، يقدر يذكر فضيلة يذبحوه يعدموه، وأعداؤه حسد وظهر له ما بين الكتمانين ما ملأ الخافقين. وإلا تدري أكو تفسير للإمام العسكري سلام الله عليه يعني؟ تفسير قرآن للإمام العسكري. ليش حرموا الأمة من هذا التراث؟ وإلى الآن الأمة تحرم من هذا التراث. شوف الجامعات العراقية والإسلامية بيها من مضامين نهج البلاغة، بيها من الصحيفة السجادية، هذا إنجيل آل محمد، هذا زبور آل محمد، هذا اللي كل تربية. إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. يشد الناس للتوحيد مو يشد الناس للشرك. ليش ما في نص؟ دعكم من آثار البيت، شوف تراثهم الفكري، تعبوا عليه علماءنا موجود وجمع في كتب. اجت الجامعه كلفت نفسها، حتى الجامعات الاسلاميه اللي عليها صبغه اسلاميه صدقني ما تهتم بتراث اهل البيت سلام الله عليه، الى الان محجور عليه. تجي تريد تقرا ايش وقت الولد وش وقت ما، لا ما تقدر، الا اللي يروح للحاكم، الا اللي يروح. تذكرون اكو كتيب اكيد شايفين بعضكم، كتيب آل البيت هيك عنوانه يمكن تنوع ادوار مع وحده هدف. هذا المؤلف محمد باقر الحيدري، هو محمد باقر الصدر قدس سره الكتاب، لانه سوى الحيدري حتى يمشي بالسوق، حتى يصير له رواج. اذا باسم الصدر محمد باقر الصدر هو كارثه. على هالاساس ما انكتب تاريخ اهل البيت بحريه تامه، ولذلك تشوفنا نتلعثم. روي انه ولد سنه 231 وقيل سنه 32 وقيل 33 وقيل ولد في سامراء وقيل ولد وين؟ في المدينه. لكن ارجح الروايات انه في المدينه، وانتقل مع ابيه الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الى سامراء، بحيث طفولته كانت في سامراء. حتى في يوم من الأيام يروي عن هذا الشبلنجي في نور الأبصار، يروي عن رجل يسموه بولون، يقول كنت في سامراء وأمشي بطريقي شفت صبية، الصبية يلعبون بس أكو صبي منهم مبتعد ما له علاقة بيهم، واكو فد حسره، اكو دمعه، اكو فد شيء. يقول صار لي فد شعور هاجس ان هذا يحتاج فد شيء، يحتاج معونه، ابوه مقصر وياه، ويا ريت يعني هذا الشعور يصير عندنا الان، خاصه
لشهداء أيتام شهداء العراق في هذه المرحلة. ترى إخواني تدرون يعني هذا موسم دراسي، والموسم الدراسي بحاجة كثيرة. الحاجة الكثيرة. أهلا حبيبي ملمع، حياك الله. ألف أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني شايف طلبات هذا الموسم يعني موسم دراسي. اولا طفل يريد يداوم ملابس جديده نظيفه، وبعدين طلعت لنا شغله جديده، المناهج تباع وتشرى. وهاي المشكله الكبيره يعني اللي انا اعتقدها انها يعني تجهيل للشعب، يعني تعميق للاميه. احنا الاميه ترى الى الان جاي في تطور مزدياد، ويوصل الحال حقيقه. انقل لكم فكره، قد احنا متمكنين وما ندري، بس انا انقل لكم لفظ الشارع من الجنوب وغير الجنوب. اكو واحد يبيع مناهج، يقول لي هو الرجل محسن يعني هو صاحب شغلات، يقول لي شيخنا اجت امراه وياها بنتين، سئلت عن المناهج، بنتين كنت تشتري لهم اثنينهم، بعدين وصلت حال ان السعر مو قادره عليه، التفتت على الام على البنات اللي ينقلها هذا الرجل صاحب تقول لي اليوم مثل ما قال ابوك بطلوا من المدرسه. يظهر اكو حديث سابق بالبيت والابو قايل ما اقدر، والام ململمه لعدها ما تريد بناتها يخسرن. ارجوك هاي جريمه لو مو جريمه؟ تجهيل للشعب لو مو تجهيل؟ ومناهج جديده بسنتها بعد هي مو نازله تتغير بالجديد. ما يدري المعلم او المدرس يدرس بهذا المنهج لو بذاك المنهج. اكو مؤامره بالتربيه، بس احنا الى الان ما منتبهين لانه لا زال العمليه ماشيه وخلاص خلينا نسكت، ماشيه وماشيه وماشيه، وبعدين وفعلا هي احنا اذا نبقى اميين حتى الامور تمر علينا. اذا فتحناها راح ننتبه نعرف الاسود من الابيض، اذا ظلينا مغمضين ماكو شيء نصفق كل شيء. صلوا على محمد. فيا ريت اخواني شوي نهتم ونتنبه لايتام الشهداء في هذه المرحله. وحقق ترى النبي يقول انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، وقرن اصبعين صلى الله عليه واله وسلم. اما الروايات مستفيضه وكبيره، اللي يمسح ايده على اليتيم كل شعره يكتب له الله انه نور في يوم القيامه، وهكذا. فالله بالايتام، يعني الانسان يكون عنده شعور شوي، يقول اجيت شفت صبيه يلعبون، بس هذا الصبي شو ما يريد يلعب وياهم، ما عنده شيء. اجيت قلت له بني ينقصك فد شيء، لما لا تلعب مع الصبيه؟ قال يا قليل العقل ما للعب خلقنا. قلت له اذا لما خلقنا؟ قال خلقنا للعلم والعمل، نتعلم ومن خلال التعلم. ليش؟ لأنه حتى العمل ترى إذا عمل دنيوي أو أخروي إذا بدون علم ما ينفع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأعطى أسبقية للعلم، خلقنا للعلم والعمل. أنسيت قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قلت له بني أنت بعدك صبي صغير على هالعمر، تعطي حصة الصبا، حصة الطفولة، وبعدين من تتمكن من أمورك وصلح وضعك مع الله. قال له اسمع، أنا شفت أمي من تطبخ الطعام، تطبخ الناس على الحطب، من تطبخ الطعام كبار الحطب لا تأخذ به النار حتى تستخدم له صغار الحطب اللي نسميه كشاش. جيب له سعفة اسمه يلا يشتغل. هذه القيمة بيجيبون على الخشب الكبار، هسه قاموا يستخدمون الطباخ، والا قبل لا يخلوا له سعف. قال له هسه هاي شنو الطفل؟ هذا الطفل اللي يعطي حكمه لهذا الرجل الكبير. لان احنا سادتي ترى بعقيدتنا ان الامام امام اذا عمره يوم واذا عمره 100 سنه. واتيناه الحكم صبيا. ما تعلموا على عبالهم بني العباس قبلهم رادوا يغيرون فكر اهل البيت سلام الله عليهم، وكلفوا الجنيدي تعال علمنا الهادي الامام الهادي سلام الله عليه عمره 8 سنين وتصدى للامامه، تعال علمه بلكي تغير فكره وتخليه يساوم ويانا ويجي للنظام ويجي. بعدين اصبح الجنيدي يقول بامامه علي الهادي، يسأله ما تقول ما خبر الصبي الهاشمي؟ قال الا تقولون انه الشيخ الهاشمي؟ والله اعلم مني بعموم القران وخصوصه. ما يحتاجون تدريس، وانما
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال لي أنا أشوف أمي. قلت له هذا المثل شنو استفدت منه؟ قال له أنا استفدت منه أني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم، وعليه متأثر على هذول الصبية اللي يخلصون وقتهم كله باللعب. احنا سموه بس الصبية، حتى الكبار، حتى الكبار الآن دواويننا من نقعد قبل دواوين بها نسولف كلام جواب حكم شرعي، فد قاعدة فقهية، فرد مثلا مسألة ثقافية. هسه يا ستار كل من بالتظاهرة للثاني وبيد الموبايل ومكلك. هسه إذا ما عندك راوتر ما حد يصير عليك. صلوا على محمد. قلت لك يروح الوقت هدر الآن، بينما هذا الإمام سلام الله عليه يحرص على وقت حتى الصبي، كل الصبي يستفيد، كل الصبي يتعلم، كل الصبي استثمر وقته. حتى هاي أفلام الكرتون كن أوظفها توظيف آخر بحيث تعزز عند عنصر من عناصر الفضيلة بالوالدين، حسن جوار، مو هاي العوامل الأخلاقية اللي بدأت الآن تندثر في مجتمعنا لأنه ماكو متابعة. يقول سألته قلت له من أنت؟ بتقول لي أنت ابن من؟ أنا مربيك. وإذا به الإمام الحسن العسكري ابن الإمام الهادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. المهم أنهى صبا ومدارج الشباب إلى أن استشهد الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. تصدى للإمامة، صدى للإمامة أولا بالإقامة الجبرية، اثنين رب ضارة، مو قلنا واعلموا أن الله حاميكم. الإقامة الجبرية بيش نقعتنا؟ تتوقعون إلى من فعل وما إليه؟ بس تقول لا، الإمام المفروض أن ينفتح على الأمة، يتواصل كما هو الحال بجعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. من كانت المرحلة اللي عاشها شكلت حالة من الهدوء النسبي أو الانفراج السياسي نسميه اليوم، بحيث شلون إحنا اللي ما نقدر نستثمرها ولا ننتزع منها الفرصة، الإمام انتزع منها الفرصة. أنا أقول لك ليش نفعتنا الإقامة الجبرية والمتابعة والمراقبة، وبيت الإمام كانوا مسلط عليه العيون والجواسيس. تدري ليش نفعتنا؟ إذا الحالة الشيعة ابتعدوا، مو صار التواصل مع الشيعة شلون تواصل سري، نفس الحال عبر قنوات سرية. هذا بمن نفعنا؟ نفعنا بمسألة جدا مهمة، أنه الإمام الحادي عشر، فإذا كان منفتح انفتاح كامل على الشيعة، وعندما يغيب يبدأ الإمام الثاني عشر بغيبة. تقدر تتعايش الشيعة مع الظاهرة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. البارحة عندي إمام معصوم أطب الديوان وأسولف وأسأله ويسألني ويجاوبني. أما اليوم أصبح إمامي ما أشوفه، أقبلها راح يصير ضوابية، راح يصير شبهة، راح يصير إشكال، راح يعلقون علينا روايات أن الإمام الهادي العسكري أصلا مات ولا عقب له، مثل ما عندهم بعض روايات موضوع هالشكل. وعلى هذا الأساس أنه ممكن أن تضعف فكرة الإمامة. لكن عندما ولذلك ترى حتى الإمام الهادي آخر سنتين احتجب عن الشيعة للتأهيل، لأن ما تقدر تدخل قطعة عسكرية بمعركة بدون تمرين تعبوي، ما تقدر تدخل لك فريق كرة قدم يلعب بدون ما تأهله بمعسكر تدريبي. وهكذا أنت لازم تأهل الأمة وتهيئها لتقبل فكرة غيبة الإمام سلام الله عليه. وفعلا كان الإمام هذه المرحلة اللي احتجب بها عن الشيعة بحياته ويستفدنا. بس شلون ايش وقت يطلع من تحتاج الدولة. عنترة بن شداد العرب عندهم إذا تزوج من سوداء، إذا طلع الولد أسود وين يلحق؟ بالمماليك، وإذا أبيض يلحق بالقبيلة. عنترة طلع أسود، فوين ودوه؟ للحقول يرعى الإبل. لكن الله طا شجاعة، إذا صار غزو على عبس وسلبوا نسائهم، اجوا العنترة قالوا له أنت ابن الكرام، ركب حجي، لبسهم عقلهم ورد لهم نسوانهم ورد لهم كرامتهم. من استقروا قالوا روح ارعى الإبل أنت بالزبيبة. أنت فد بيت لطيف يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند اشتباك الخيل يا ابن الأطائب. لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. لا يفتين أحدكم وعلي حاضر، لولا علي لهدي. طيب هذا الشكل يعني ليش نفس الحال. أنا أتذكر المشهد، أتذكر ينادونني في السلم جيبوه بس وقت المهام. يوم من الأيام صار انقطعت السماء، انقطع المطر،
جف القرع ومات الزرع. اجوا يردون استسقاء، طلعوا علماء الامه دعوا للاستسقاء، ما مطرت الدنيا. مو خشوادم؟ مو وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء. مو شي؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم. هسه العلم شو يقول؟ يقول القانون العلمي ان الشمس تعطي اشعه، البحر يتبخر منه ماء، يتكاثف، يصير غيم، تمطر، تتكى الارض، تهتز وترمي، صح ولا لا؟ لكن الله يقول لا، اكو ريموت. شلون التلفزيون هسه مو جهاز فعال ومن شركه رصينه، بس خلي هذا الريموت ابو 2000 عاطل يشتغل التلفزيون، يعطيك قناه. ترى احنا الريموت مال الدنيا. اذا صرنا خشواديم اظهرت الدنيا خيراتها. واستغفروا ان ربكم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اذا بتستغفر اذكروني اذكركم. فالمهم ما نزل مطر. طلع النصارى عندهم، طلع بيهم واحد طلع النصارى مالته وشايلين الصليب وجاء تليق وياهم، رفع ايده بالدعاء مطرت الدنيا. فصارت شبهه عند الناس. صارت شبهه. شلون وشلون؟ تتذكرون مال جند السماء يلزموهم بعض التحقيق، يقول له والله من يسجد الشجره تدلق وياه ومدري ايش، مو اكو شغلات يسوونها حركات خداع بصر يرتبون وضعهم. فصارت شبهه. المسلمين صارت عندهم شبه رده، العقيده مو راسخه، لان بني اميه وبني العباس ربوا الناس اجلك الله على الخمره. مو شو يقول الثعالبي من القتل المتوكل لعنه الله عليه، هكذا فلتكن منايا الكرام. وين انت هسه من تسمع البيت هكذا فلتكن منايا الكرام؟ وين؟ مو فسح القتال ولا؟ يقول لا، بين نايل ومزمر ومدان. هاي منايا الكرام. زين اكو عقيده، اكو دين. اهتزت، صارت ضبابيه. اجوا للامام العسكري سلام الله عليه، قالوا له ادرك امه جدك. هسه صارت امه جدك، خلي بالك منها، الناس راح يصير عندها ضبابيه. ما الخبر؟ قالوا له هذا الخبر. قالوا باكر واحد وخليه يطلع ويدعو انا اكون موجود. طلع الامام حضر، طلع الجاتليق والنصارى متهيئ للدعاء فعلا. والبارحه بس شال ايده مطرت الدنيا، بس شال ايده الامام. وده واحد قال لهم مد ايدكم عليه، سحبوا اللي عنده تلقون بايده شيء خذوه وخليه يدعو له الصبح ينطح راسه بالحائط. اجوا لقوا بيده عظم واخروه منه. شو دعا هذا؟ ماكو مطر. قال لهم بابا ليش سووا عندكم شبهه؟ هذا محصل له على عظم نبي من الانبياء، وعظام الانبياء اذا انكشفت تحت السماء تهطل السماء بالمطر. انا هذه الحادثه تذكرني بقول الحوراء زينب: اتعجبون ان مطرت السماء دما. سؤال يعني ما مطرت، مو مطرت دم. ترى حتى كاتب انجليزي كتب عن تاريخ انجلترا، مو عن تاريخنا، لكن التاريخ اللي حدد ان في ذاك اليوم ما رفع حجر، وحتى النساء امهات الحليب اللي يبيعن حليب من كشبن الحليب لقنا مشوب بالدم، ومطرت السماء دم. من الطابقه بالميلاد يطلع هو يوم مقتل الحسين سلام الله عليه. اتعجبون ان مطرت السماء دما. ليش مطرت السماء دم؟ انا من هالروايه انتبهت لشيء مهم، ان عظام الحسين كشفت تحت السماء. مو الكارثه اللي حصلت شنو؟ مو بس قتل، ما اكتفوا بقتل الحسين ولا اكتفوا بحز راس الحسين. يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وظهره. بربك يعني انت اذا انكشفت اعضاء الحسين تحت السماء، والحسين السلام عليك يا وارث آدم إلى محمد، اختزل كل رسالات الأنبياء. مو المولى أبو عبد الله الحسين كل رسالات الأنبياء اختزلها. تنظر السماء دم لو ما تنظر. السفد يقول لي احنا جابنا الكربلاء. اقول لك بني كربلاء ام المصائب، مصائب اهل البيت كلها ترجع وين؟ تتذكرون الامام الرضا من قرالة دعبل قبر ببغداد لنفس زكية، قال له راح اضيف لك بيت وقبر بطوس. بعدين قال له دعبل عرج بنا الى كربلاء. كربلاء هي المصيبة الرئيسية. وتعرف ليش؟ يمكن ليش المصيبة الرئيسية؟ المصيبة الرئيسية كربلاء لأن فيها العائلة سبيت. ترى مو بالقتل، ترى مصيبة الحسين مو قتله، مصيبة الحسين بزينب وأخوات زينب. هذا واحد يقولون عنه باليوم ما أعرف من الأبرار من الأخيار الله موفقه، شايف الإمام الحجة بالمنام قايل له سيدي اليوم عاشوراء وأنت تبكي وهذا يوم حزن ومصيبة، لكن تقدر تقول لي أنه يا مصيبة تعلمك بكربلاء شباب علي الأكبر هذا الغض الطري
الله يرحم شبابنا الشهداء، والله يحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد العراق إن شاء الله، ويوحد كلمتهم ويحقن دماءهم. يعني يجرح القلب الشاب. قال له لا، أنا أبكي لمن لو رآه علي الأكبر لبكى. قال إذا تبكي لقبر العشيرة؟ قال أبكي لمن لو رآه العباس لبكى. قال سيدي إذا تبكي لهيكل القداسة لأبي عبد الله الحسين؟ قال أنا أبكي لمن لو رآه الحسين لبكى. وين؟ قال أنا أبكي لسبي عمتي زينب. إذا كربلاء وين؟ كربلاء بزينب. كربلاء صارت مصيبة، مو قتل الحسين. واحد من علمائنا الأعلام، من علمائنا مراجعنا الكبار، قد يوم خطيب يقرأ يمه ديوانه، وصل إلى كلمة يقول فدخلت زينب على عبيد الله بن زياد. تدري شنو سوى؟ مسترسل الخطيب ماشي، المرجع التفت إليه قال قف أيها الخاطب لنعطي هذه الكلمة حقها من البكاء، وتتوقعها كلمة عابرة. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. تتوقع زينب سهلة على زينب؟ مو أنا وياك اللي سهل، لا، حتى العدو ما كان يفكر في يوم من الأيام. زينب دخلت إلى مجلس الشام وخطبت خطبة. شو يقول الخطيب أو المؤرخ؟ يقول فهدأت الأجراس وارتدت الأنفاس. شلون الخطيب من يتكلم متمكن ظل العالم متابعة متفاعلة؟ ماكو سبية هالشكل تفرض سيطرتها وهيمنتها على المجلس. هند ببيت زوجها بالبلاط، أميرة البلاط الأموي، قالت الخادمتها من هذه المتكلمة التي أخرست المجلس؟ من هذا؟ وأي صبايا الطب دولة؟ قالت لسيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي. تدري شو رد فعل هند؟ ليش أقول لك حتى الأعداء ما متوقعين؟ لطمتها على فمها قالت فضل الله فاكي أتعرفين من زينب؟ أكو واحد يقدر يجيب زينب سبية؟ لكن احنا نقولها لا يا هند، ضرب الدهر ضربته ووقفت زينب. ضرب الدهر ضربته كما يقول سيد حيدر الحلي، مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر. وهي وحدة من الأعمدة التي تعثر بها. قالت سيدتي أنا ما أدري، يقولون هالشكل. قالت إذا أنا أطلع. شيلوا كرسي، شرب كرسي، وأميرة بلاد حطوها يم السمايا. زينب غريبة منها، سألت الحوراء زينب قالت لها سيدتي من أي المدن أنتم؟ قالت لها من مدينة الرسول يثرب، احنا مو من الترك، مو من الديلم. قامت المرأة إذا مؤدبة، قعدت بالأرض، قالت على ساكنها السلام على النبي صلى الله عليه وآله. لكن سيدتي أنا بدي أسألك، ما تجرأ تقولها صدق أنت زينب؟ ما تجرأ، لأن ما متوقعة في ذهنها. قالت خلي أجيب شلون استدراج. قالت لي سيدتي أنت لا زالت من المدينة، بدي أسألك عن بيت عز وشرف، عن بيت منعة، عن بيت يلود به الخائف جوعان. شو الناقص مو ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. منوخ الناس أريد أسألك عن بيت سيدتي، بيت علي بن أبي طالب، بالحسين وبفخر المخدرات زينب، بالعباس، شنو أخباره؟ قالت كأنك هند. قالت بلى، من أنت سيدتي؟ لا يكونين أنت زينب الهاشمية. قالت لا أنا زينب المسبية. قالت إن كنت تسألي عن الحسين فهذا رأسه، وإن سألتي عن أبي الفضل العباس فهذا رأسه، وأنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلمني، النزلان على عيوني وعمني. ليش هي مثل هالأيام رجعت إلى المدينة ودخلت فعلا كانت تشعر بألم ومرارة من طبة البيت الحسين. قالت سد الباب. ليش سد الباب؟ ما تريد معزين يدخلون؟ قالت ما أريد شامتة تدخل علي، أنا شفت سبي، أنا فخر المخدرات، أنا عقيلة الطالبيين، وانسبيت وكنت مسبية من بلد إلى بلد. قالت سد الباب، وأخذت تجول في محاريب الحسين. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلامه. أتقلها يا دارهم يا دارهم، والله لواطيك واحلف يمين كان طبلي. يا دار ناغيني وناغيك، يا دار وين حسين راعي، وين العشيرة والزلم ذيك، وين البطل عباس حاجي.
إلى معنا حبيبي.